قرية آرا قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية في جبل الكرد أو جبل الأكراد، تبعد عن مصيف سلمى حوالي 4 كيلومتر. عدد سكانها حوالي 700 شخص، كلهم كرد لكنهم فقدوا لغتهم الكردية. يعمل الأهالي بالزراعة وتربية المواشي، وأجمل ما في هذه القرية إطلالتها على الوادي الأزرق. من عشائر الجبل موشان، عوجان، شيخان، كيخية. موشان أكرر دائم بأنهم جاءوا من مدينة موش الكردية الكردستانية في شمال كردستان أو تركيا بين قوسين. وكيخية كي هو الشخص ذو المكانة العالية، وخيا خو أي الشمس بمعنى إله الشمس أو رب الشمس. أما شيخان دائما لا أفسر لأن هذه العشيرة معروفة في كامل سوريا، وهي قبيلة كبيرة. تعرضت قرى جبل الكرد أو جبل الأكراد قسم اللاذقية إلى قصف من قبل قوات النظام السوري، قوات الأسد، لذلك تدمرت الكثير من قراه، وهم بحاجة إلى مساعدات عاجلة من أجل بناء قراهم وعودتهم إلى قراهم. لذلك أناشد حكومة إقليم كردستان العراق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بمساعدة أهلنا في الجبل كي يقوموا بإعادة بناء قراهم وأن يعودوا إلى قراهم سالمين. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء منطقة جبل الكرد أو جبل الأكراد، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في جبل الكرد أو جبل الأكراد لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسامي كردية. فلغتنا الكردية كبقية اللغات هدية من الله، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في جبل الكرد وقرية آرا.